ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، ويا رب يجعل أيامكم كلها أعياد. النهاردة هنعمل بسكوت النشادر بالمكنة، بسكوت العيد بطريقة سهلة جدا ولذيذة وبسيطة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا. ده البسكوت اللي أنا بعمله، بطلع منه أوردرات لكل عملائي بيطلبوه مني كل سنة وبحجزه دايما. هيطلع معاكي هش جدا بالطريقة دي. مكونات سهلة جدا وبسيطة. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة معايا 160 جرام من السمنة الساقعة، وعليهم 160 جرام من السكر البودر، وياريت ننخل السكر قبل ما نستخدمه. السمنة بتكون عندنا مش بنبردها في التلاجة وبنستخدمها ساقعة. بنبتدي نضرب السمنة والسكر كده مع بعض، بس الأول بنبتدي نضرب على السرعة الهادية علشان السكر بس ما يطرش مننا كده في المطبخ ويبهدل الدنيا. وبعد كده بنبتدي نعلي السرعة زي ما احنا شايفين كده. هقول لكم في اخر الفيديو كل الحاجات اللي تنجح معاكم الوصفة وايه المشاكل اللي ممكن تقابلوها، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنبتدي نضرب كده لغاية لما يتحول لخليط كريمي فاتح بالشكل ده، وتبتدي السكر والسمنة يهيشوا بالشكل ده. ممكن نستخدم زبدة، ممكن نستخدم زبدة طبعا للحلويات، سواء زبدة نيوزيلندي او زبدة مخصصة للحلويات في الوصفة دي. وممكن نستخدم سمنة. انا هنا المرة دي استخدمت سمنة. زي ما احنا شايفين كده لون الخليط ابتدى يفتح جدا وابتدى يهيش معانا. بعد كده هيكون معايا بيضتين، هبتدي اضيفهم واحدة واحدة لغاية لما هضيف البيضة الاولى لغاية لما تختفي. بعدين ابتدي اضيف البيضة التانية. زي ما احنا شايفين كده وزن البيضة بيكون حوالي 60 جرام، يعني البيضتين حوالي 120 جرام تقريبا. بعد كده بضيف نوع فانيلا سايلة، او ممكن تضيفي فانيلا باودر عادي. ممكن تضيفي بقى اي نكهات، عايزه تضيفي ريحه جوز هند او روح جوز هند، عايزه تضيفي روح البرتقال، عايزه تضيفي بشر برتقال، زي ما تحبي. لكن هي دي الوصفه الستاندر اللي هي بدون اي اضافات. والنكهات بقى والاضافات دي بتبقى حاجه ترجع لذوق كل حد وحسب ما بيحب. زي ما احنا شايفين كده لغايه لما اختفى البيض تماما. زي ما احنا شايفين الخليط ما فصلش مننا ولا حاجه. لازم نستخدم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، ولو مطلعاه من التلاجة حطيه في شوية مية دافية بسيطة لغاية لما ياخد درجة حرارة الغرفة. هنا معايا 480 جرام من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. 480 جرام من الدقيق يعني نص كيلو دقيق، هنشيل منه معلقة مليانة هرمية. وهنبتدي نقلب كده. طبعا خلطنا الأول الدقيق مع البيكنج باودر نص معلقة صغيرة، وهنبتدي نضيف الدقيق كده على دفعات ونخلط. الدقيق طبعا بيكون منخول كويس جدا، وبنستخدم دقيق مخصص للكحك والبسكوت او دقيق جميع الاستخدامات. وابتدي اقلب كده بالسباتولا بالشكل ده بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا لغاية لما اخلص كل مقدار الدقيق. كده ده اخر جزء. هنبتدي نخلط بقى او نقلب كده لغاية لما يمتزج كله مع بعض وتتكون عندنا عجينة ويختفي الدقيق تمام. شايفين ده كده بعد ما ضفنا دقيق. اخر مكون معانا هنا، معانا معلقتين من اللبن او 20 ملي من اللبن، بضيف عليهم نص معلقة صغيرة من النشادر. ومن فضلكم ما تبالغوش في استخدام النشادر، لان دي هتضيع منكم الرسمة وكمان هتبوظ الدنيا. يعني نستخدم المقادير بالظبط. نص معلقة من صغيرة من النشادر، وبندوبها كده في معلقتين من اللبن، 20 ملي من اللبن بالظبط. وبنبتدي نضيفهم على العجينة، وده آخر مكون هنضيفه. زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نقلب. أنا مش بعجن، أنا بس بخلط العجينة كويس لكن مش عجن. بنقلب كده لغاية لما اللبن يتجانس مع العجينة وتتكون عجينة معانا
عجينة بسكوت حلوة جدا كده. شايفين قد ايه العجينة لذيذة جدا، وهتمشي معانا في المكنة حلو قوي، وهتطلع لنا بسكوتة هايلة جدا. كده احنا خلصنا. هنبتدي نغطي البسكوت بشرايح كده من البلاستيك او كيس بلاستيك، ونحطها ترتاح في التلاجة، خصوصا الايام دي الجو حر. لو احنا في الشتاء او الجو بارد في البلد اللي موجودة فيها مش هتحتاجي تحطيها في التلاجة، بس هتسيبيها ترتاح دقايق وتشتغلي على طول. هنا بقى بيكون معانا المكنة بتاعة البسكوت، وبيكون معاها أشكال بتيجي معاها كده بالشكل ده. بنبتدي نختار الشكل اللي يعجبنا، لكن احنا هنختار الشكل اللي هو الأشهر يعني. ونبتدي نقطع البسكوت بتاعنا بعد ما ريحناه شوية في التلاجة، على بال بقى ما جهزنا المكنة بتاعتنا والأدوات بتاعتنا، يعني وقت مش كبير، 10 دقايق ولا حاجة. وفي صاج أو في صينية ما بتكونش مدهونة، لأن احنا المادة الدهنية عندنا بتبقى كافية. بنبتدي نقطع كده ونبتدي نرصه في الصاج. طبعا طول البسكوت ده بيبقى على حسب ما انتي بتحبي، وانا هنا بقطع لو في جزء مش مظبوط ببتدي اقطعه وارجعه تاني للمكنه، وابتدي اعمل بسكوتية مظبوطة. بنبتدي نقطع كده زي ما بقول لكم على حسب الحجم او الطول اللي انتي عايزاه. عايزة البسكوتية اطول اقصر، دي بتبقى على حسب ما انتي بتحبي. وبنبتدي نقطع ونرص كده في الصاج او الصينية، ونكون مسخنين الفرن عندنا على درجة حرارة 160. شايفين البسكوتة ماشية بمنتهى السهولة، لا بتتقطع ولا بيحصل اي حاجة ابدا، طالعة سليمة شكلها حلو. ده دليل ان العجينة مظبوطة جدا، ومقادير كمان مظبوطة زي ما احنا شايفين كده. نبتدي نظبط، ولو في اي حاجة مش مظبوطة نبتدي نظبطها. ممكن بعد كده نقدر نساوي بالسكينة، لو حسينا ان في واحدة طويلة شوية او مش مظبوطة نقدر بعد كده نشيل منها جزء من السكينة عادي جدا. واي زوايد او اي حاجة كده بتطلع، او لو واحدة طلعت مش مظبوطة ببتدي ارجعها تاني المكنة وابتدي اشتغلها تاني. اهم حاجة ان احنا قبل ما نخبز البسكوت لازم نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 160. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا بقى الصاج كده، وهنبتدي ندخله الفرن لغاية لما ياخد اللون الذهبي الحلو، ويطلع معانا بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم ريحته حرفيا رهيبة، كأنك فعلا في محل الحلويات او البسكوتات. طالع حلو قوي، مقرمش جدا، وفي نفس الوقت دايب. الريحة بتاعته حلوة جدا، التسوية بتاعته مظبوطة. كل حاجة فيه بصراحة كانت مظبوطة بالملي زي ما بعمله الحمد لله كل سنة. ودي مقادير اللي انا معتمداها ومش بغيرها مهما طلعت مقادير جديدة. انا مش بغير المقادير دي. تعالوا اقول لكم بقى على كام حاجة تخلي الوصفة تبقى ناجحة معاكم. اول حاجة لازم السمنة تكون ساقعة، نكون مسقعينها في التلاجة. ننخل السكر كويس علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، او ممكن يكون فيه سكر خشن، خصوصا لو احنا بنطحنه في البيت او حتى لو بنشتريه مطحون من بره. طبعا الدقيق لازم ننخله مع البيكنج باودر، نلتزم بكمية البيكنج باودر والنشادر. ايه تاني؟ نوعية الدقيق بقى دقيق مخصص للكحك والبسكوت، يكون نسبة البروتين بتاعته من 7 مثلا لماكسيمم 9. وممكن دقيق جميع الاستخدامات اللي هو بيكون 10. نسبة البروتين دي بتكون موجودة على الكيس ومكتوبة. ما بنعجنش ابدا واحنا في بعد ما بنضيف اللبن، مش بنعجن، لان العجين ده هيتكون معانا طبقة جلوتين وهتخلي العجينة تعمل عرق معانا، وده مش مطلوب ابدا. شايفين بقى البسكوتيه شكلها حلو ازاي؟ عايزة اوريها لكم كمان من جوه، وهكمل لكم بقية التفاصيل. نلتزم بان احنا نص كيلو هنشيل منه معلقة هرمية، يعني 480 جرام من الدقيق. نوعية الدقيق مهمة جدا. البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. وزن البيض برضو مهم، لان احيانا بيكون البيض صغير البيض كبير، ده بيعمل برضو اختلاف في المقادير. احنا وزن البيضة 60 جرام، انا استخدمت بيضتين وزنهم 120 جرام.
ايه تاني كمان التسوية، لازم البسكوتات بتستوي على درجة حرارة هادية. نسخن الفرن الأول وبعدين نخلي درجة حرارة 160 150 كمان لو حتى لقيناها ان هي شديدة على البسكوت. عايزة اقول لكم حاجة كمان، ان احنا اول حاجة بنخبزها ما بتكونش زي ما الفرن بتشتغل. كل ما الفرن بتشتغل بتسخن، بتبتدي درجة حرارة الفرن نفسها بتبقى اعلى، فبتسوي اسرع. فتخلوا بالكم من الموضوع ده، لان البسكوتات من الحاجات الحساسة جدا اللي مش بتحتاج نار شديدة ابدا. نعمل كمان زي ما قلنا البيض بدرجة حرارة الغرفة، وما نعجنش كتير في العجينة، يدوب بس مجرد ان العجينة تلم نبتدي نشتغل فيها على طول. بصوا بقى البسكوتية، وبصوا التسوية واللون الذهبي الحلو ده، حرفيا دايبة جدا وهشة من جوه، ومش هتفرقيها ابدا عن اي محل انت بتشتري، بالعكس دي هتبقى احلى وانضف واجمل. وخصوصا لو انتي عاملاها بنوعية سمنة كويسة. انا هنا مستخدمة سمنة بلدي، ممكن تستخدمي اي نوع بتحبيه، او تعملي خليط بين نوعين سمنة بلدي وسمنة نباتي زي ما تحبي. ممكن تستخدمي زبدة نيوزيلندي او زبدة مخصصة للحلويات زي ما قلت. هتطلع معاكي الوصفة هايلة جدا بجد، جربوها واعتمدوا المقادير دي عندكم كل سنة زي ما انا عاملة كده، ما تغيروهاش. بنسى كل مرة اقول لكم اعملوا لايك للفيديو، وان اللايك دوت بيدعم القناة. لو انتوا حابين ان انا استمر في المحتوى اللي انا بقدمه وشايفين ان انا بقدم محتوى كويس، ياريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا اسفة جدا اني اتأخرت عليكم في الوصفات، لكن بيكون عندي شغل كتير في الوقت ده. علشان كده معلش انا اتأخرت، لكن ان شاء الله بإذن الله هنزل لكم باقي الوصفات. زي ما قلنا التسوية مهمة جدا، درجة حرارة 160. ولما لو بنعمل كمية ما تقطعيش الكمية كلها واحدة واحدة، خصوصا لو الجو حر. لو الجو بارد مفيش مشكلة، لكن لو الجو حر يعني قطعي واخبزي على طول. شايفين؟ بعد ما بنخلص بقى، لو عايزين نحفظه بعد ما بيبرد تماما، بنقدر نحطه في علبة، علبة بلاستيك عادي، وبنغطيه كويس جدا علشان ما يرطبش ويطرى مننا. هو ده اللي بيخلي البسكوتة تطرى، ان هي تتعرض للهواء او تاخد هواء، ولما ناخد منها نرجع نقفلها تاني. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.